يسوع إيمانهم قال للمفلوج: يا ابني مغفورة لك خطاياك. وكان قوم من الكتبة هناك جالسين يفكرون في قلوبهم: لماذا يتكلم هذا هكذا بتجديف؟ من يقدر أن يغفر خطايا إلا الله وحده؟ فللوقت شعر يسوع بروحه أنهم يفكرون هكذا في أنفسهم، فقال لهم: لماذا تفكرون بهذا في قلوبكم؟ أيما أيسر أن يقال للمفلوج: مغفورة لك خطاياك، أم أن يقال: قم واحمل سريرك وامشي؟ ولكن لكي تعلموا أن لابن الإنسان سلطانا على الأرض أن يغفر الخطايا، قال للمفلوج: لك أقول قم واحمل سريرك واذهب إلى بيتك. فقام للوقت وحمل السرير وخرج قدام الكل، حتى بهت الجميع ومجدوا الله قائلين: ما رأينا مثل هذا قط. شو هالإله الطيب؟ قديش يسوع طيب؟ اجوا لعند الرب طالبين معجزة معينة، معجزة محددة منه، ولكن أخذوا معجزة ما كانوا متوقعينها. ما بعرف كل شخص شو هدفه اليوم بهيدا الصباح يجي على الكنيسة. يمكن جاي تفرح، يمكن جاي تحبد، يمكن جاي تتقابل مع الرب، يمكن جاي تشكي له همك، يمكن جاي وعندك احتياج معين وحابب وسط هيدي الجماعة ترفع هيدا الاجتماع، هيدا الاحتياج قدام الرب. يمكن جاي وعندك لائحة خاصة فيك. خليني اقول لك، كل مرة بنتقابل فيها مع الرب هو يلي عنده لائحة خاصة لإلنا، وكل مرة بنتقابل فيها مع الرب هو يلي عنده أهداف بده يوصل لها بحياتنا. عنوان الرسالة: المعجزة التي لم يأتوا من أجلها. هن جايين كرمال شيء، الرب تحرك بطريقة مختلفة. غريب الرب أحيانا. لا، مش غريب، نحن ما بنفهمه، نحن الغريبين. الرب ولا مرة بيكون غريب. الرب واضح، الرب واضح. هو السيد، هو السيد، وكل شيء خاضع لسيادته، وعنده خطة وعنده هدف وعنده قصد. عم تفهموا علي شو عم بقصد؟ عنده قصد من كل مرحلة، عنده قصد لكل أزمة، عنده قصد سماوي. نحن فكرنا الأرضي مستحيل يفهمه، لأنه نحن كتلة مشاعر وكتلة أفكار وكتلة آراء وكتلة تحليل. أما هو إله جالس على عرش ما بيتزعزع. دايما دايما دايما، قول معي دايما، ولا بعد مرة دايما، الرب بيعرف شو عم يعمل. خلصت. لا، أنت قول دايما بس. دايما دايما دايما، لا مرة واحدة. الرب بيعرف شو عم يعمل. نحن ما بنفهم، نحن ما بنعرف. في حدا بهيدا المكان كلي المعرفة؟ ولو كنيسة طويلة عريضة ما فيها حدا كلي المعرفة؟ ما حدا غير الرب. هو بيعرف شو عم يعمل، بيعرف شو عم بيخطط، بيعرف شو عم بيرسم، واخر شيء رح يطلع لوحة فيها ابداع بتعكس مجده. قول معي امين. 4 رجال اجوا، رح امشي معك بسرعة بهيدا النص. 4 رجال اجوا لعند يسوع وطالبين منه معجزة. تخيل معي المشهد. انت موجود بهيدا البيت، بيت مزدحم بالناس. تخيل معي حدا عم بيدفشك، عم تطلع فيه هيك بالقلب. تخيل معي هالزحمة كلها سوا، وفجأة بيجوا 4 رجال معهم شخص مش قادرين يفوتوا من الباب. بيقول الكتاب، مين قادر يتخيل السقف هلأ عم ينقبوه؟ لو اجوا على بيتك وعم ينقبوا السقف شو بتحسي؟ انه ينطروا يسوع ليطلع ويقدموا له اياه برا، يعني عم ينزعوا له السقف.
تخيل معي عم بينقبوا السقف ونزلوا بهيدا المفلوج وحطوه قدام يسوع. من بعد هيدا التعب ومن بعد هيدا الجهد، شو بتتوقع هودي الأربع رجال يشوفوا يسوع عم بيعمل؟ بس عم يشفيه. ولكن يسوع تحرك بطريقة ما بتشبه توقعاتهم، تفوق توقعاتهم. ليش؟ لأنه هو السيد، لأنه هو الرب، وما حدا بيمليه شو يعمل، وما حدا بيوجهه شو يعمل. نحن أكتر الأوقات لما منصلي إذا بتنتبهوا معي منكون عم نعطيه للرب أفكار كيف يساعدنا، صح ولا لا؟ منصير كأنه عم نضويله للرب على أفكار. يا رب افتح هيدا الباب قدامي، حط قدامي شخص 1 2 3. يا رب يا رب، نعطيه أفكار للرب كيف يتدخل. ننسى أنه هو شو؟ هو السيد، هو الرب. فهودي اجوا لعنده وعم بيحاولوا يخلوا هيدا المفلوج يتقابل مع يسوع. وإذ بدل ما يشوفوا يسوع عم يلمس جسده، وإذ بدل ما يشوفوا يسوع عم بيقول له قم، بدل ما يهنيهم على إيمانهم. ونحن كتير واعظين عن هيدا النص، صح ولا لا؟ أكيد سامعين كتير عنه وعظ. يا بنحكي عن الإيمان الذي لا يتراجع، تبقى هيك عنوان الوعظة، إيمان لا يتراجع إلى أن يرى مجد الله. منتخن صوتنا لحتى يطلع العنوان مهم. أو بنحكي عن الشفاء، نحكي عن قم. مرة أنا وعظت هيدا النص وحكيت عن قم، كان عنوان الوعظة شو؟ قم يا لطيف. شو عملنا بهالقم؟ بس إذا بتدرس النص مزبوط بتلاقي جوهر النص مش شفاء المفلوج. جوهر النص مش إيمان الأربعة أشخاص. هني جزء من القصة، نعم هني جزء من القصة، المفلوج هو جزء من القصة. ولكن إذا بتروح على البيت هلأ وبتقرأ النص مرة تانية رح تكتشف إنه الهدف الأساسي بهيدا النص إنه يسوع يعلن عن سلطانه على الأرض. افتكروا إنه رح يقولوا لكم شو بيقولوا الكتاب لما جابوا له المفلوج ليسوع؟ ليك يسوع شو بيجاوب؟ واحد جاي لعندك عطشان مطقطق ريقه، منشف ريقه، وانت عارف انه بده يشرب، انت بتقول له انا بحبك. اكيد المشهد كان غريب، اكيد ما حدا فهم المشهد، ولكن يسوع كان رايح على الصليب، وبعد الصليب فهموا المشهد. يا ابني مغفورة لك خطاياك. ليك بشو باله؟ ليك بشو مهتم؟ الزلمة مفلوج، خربنا الدنيا لحتى لي. عم تفهموا علي لبناني ولا صعب؟ خربنا الدنيا حتى نوصل لعندك يا يسوع، وبتقول له مغفورة لك خطاياك. مين كان موجود؟ الكتبة كانوا موجودين، انزعجوا. يسوع عمل أمر أساسي مع هيدا المفلوج، وأصلي إنه يكون عم يعملوا معك اليوم. يسوع عالج علاقته مع الله. قال لهم يا جماعة قبل الجسد وقبل شفاء الجسد خلينا نشفي القلب. قبل ما يقوموا يمشي على اجريه وما بقى نشوفه، خلينا نصالحه مع الله، خلينا نغفر خطاياه ويصير ابن الرب. خلي يختبر اعظم معجزه يلي رح يكون لها تاثير على ابديته، احسن ما يختبر معجزه يفرح فيها كم يوم على الارض ويفتح عينيه وما يلاقي حاله مع الرب. اول امر بينشغل فيه الرب، احفظ معي هيدي النقطه، لما منجي لمحضره هو انه يعالج علاقتنا مع الله. عندي سؤال رح اساله وما حدا جاوب عليه. كم مرة منجي منسبح ومنرنم للرب بس قلبنا مليان حقد وكراهية؟
كم مرة منبارك الرب ومنخدم الرب بس عندنا عدم غفران بحياتنا تجاه شخص معين؟ ولا مرة صارت؟ كل مرة بتدخل فيها لمحضر الله أعطيه فرصة للروح القدس إنه يتقابل مع قلبك ويصنع شفاء في قلبك. وتخيل معي كل مرة عم تنوجد فيها بمحضر الله، الله عم يتقابل مع قلبك وعم يتقابل مع روحك ورح يصنع منك خليقة جديدة. هدف يسوع كان إنه يعالج علاقة هيدا الرجل مع الله. قول معي أمين. كأنه عم جرب أقول، ما بعرف إذا بتسمحوا لي فيها، العلاقة أهم من الشفاء الجسدي، العلاقة أهم من الخدمة، العلاقة الحقيقية مع الرب وقلب مشفي وروح حرة أهم من أي أمر تاني. لأنه لما الرب بيشفي القلب، لما الرب يغيرنا من جوا، رح يشتغل علينا على الأمور الخارجية. نحن دايما نجي لعند الرب، كل صلواتنا هدفها شو؟ أمور كتيرة. كم مرة جينا فيها لعند الرب وقلنا له يا رب ضوي على أمور بقلبي، على أمور بحياتي ما بتمجدك، ما بتليق فيك. كم مرة جينا لعند الرب وكان عندنا احتياج إنه الله يشفينا من الداخل وليس من الخارج فقط. يسوع كان مهتم إنه يغفر خطايا هيدا الشاب. بالك بالخطية يا رب؟ بالي بقلبه وباله بقلبك اليوم، وهو مهتم لقلبك وهو مهتم لقلبك، هو حابب يتقابل معك من الداخل اليوم. كل احتياجاتك بتجي بعدين. قال اطلبوا أولا أن الله يملك على حياتكم، أن الله يأخذ سيادته على حياتكم. قال وهذه كلها شو؟ تزاد. هيدا وعد على فوقها، وهيدا كلام مليان حق. بس نحن بننشغل بكل هاي الأمور إلا بملكوت الله، إلا أنه الله يملك على حياتنا. شي مرة فكرت ليش قال له مغفورة لك خطاياك قبل ما يقول له قم احمل سريرك وامشي؟ شي مرة حسبتها؟ شي مرة؟ لأنه الرب بيعرف حاجة الإنسان الأهم. الرب بيعرف أهم حاجة بحياتي وحياتك، أن يكسر سلطان إبليس عن حياتنا، أن يحررنا من كل قيد، أن يحررنا من كل خطية، أنه يكون عم بيملك هو في حياتنا. والشفاء والبركة. قال شو بقول داود؟ خير ورحمة يتبعانني شو؟ كل يعني ولا يوم ما فيه خير وما فيه شو؟ ولا يوم. شعب الله قول معي نعم. ممكن الرب يباركك ماديا، ممكن الرب يغير وظيفتك، ممكن الرب يستجيب لصلاتك، ولكن يبقى القلب مريض، ويبقى القلب مليان نجاسة، ويبقى القلب مليان حقد وكراهية، ويبقى القلب مليان شر وخطية. قل له بهيدا الصباح اشفيني من جوا يا رب، حررني من جوا، ملوك من جوا يا رب، غير من جوا، جددني من جوا باسم يسوع. امين. اجا جمهور اسمه الكتبة، شو قالوا؟ انتبه، ما حكيوا بصوت عالي. شو بيقول الكتاب؟ كانوا يفكرون في قلوبهم. قول معي يسوع. قول نعستوا ايه؟ طيب خلوني فل اذا نعستوا. قول معي يسوع. بس قول يسوع انت وانا بشكرك. يعرف ما في القلب. خيك اللي قاعد حدك ما بيعرف شو في بقلبك، بس يسوع يعرف ما في القلب. كانوا يفكرون في قلوبهم. شو قال لهم يسوع؟ لماذا تفكرون بهذه الأمور في قلوبكم؟ طلع فيه، قام على المستوى. أول شيء قال له مغفورة لك. جنوا، قال مين بيغفر الخطايا إلا الله وحده. قام إجا يسوع واصطدمهم. أيهما أيسر أن يقال للمفلوج مغفورة لك خطاياك، أم أن يقال قم
احمل سريرك وامشي. عفوقة هو عم يسألهم، وهيدا السؤال قول معي عبقري. عبقري. لا قولها مرة. أنا بشكرك. انطلقتوا مش الحال. هيدا السؤال عبقري. شو أيسر؟ أنا هلا في اجي اقول لك مغفورة لك خطاياك. فينا نقولها لأي حدا. خلاص يعني صارت. عندهم الحق ما يصدقوا، استغربوا. مين بيغفر الخطايا إلا الله وحده. بده يفرجيهم هو مين، بده يعلن عن ذاته هو مين، بده يفرجيهم انه انا عندي سلطان مش بس على الخطايا، عندي سلطان على الجسد ايضا. كأنه عم جرب يقول بهيدا الصباح للكنيسة الكردية المباركة يسوع عنده سلطان على كل شيء. عم تفهموا شو عم بقصد ولا لا؟ عم تفهموا بين السطور شو قصدي؟ يسوع عنده سلطان على كل شيء. اوعى تفكر في شيء بيفاجئه. اوعى تفكر يسوع حيقول ما كنت مفكر هيك رح يصير. شعور رؤوسكم شو؟ بيعرفها. عنده سلطان على كل شيء. ما حدا يعتل هم، ما حدا يقلق. في سيد بهيدي الكنيسة، وفي رب بهيدي الكنيسة، وفي رأس بهيدي الكنيسة، وفي ملك بهيدي الكنيسة. ما حدا بيسلب منه أي أمر. هو السيد وهو الرب وهو ماسك الأمور كلها في يده. عم تفهموا شو عم بقصد؟ اللي نعم. أيهما أيسر يا كتبة ويا فريسيين؟ الغفران ممكن ما تشوفه أنت. أنا هلأ إذا بقول لك مغفورة لك خطاياك، مين شاف الغفران؟ بس إذا مفلوج عم بقول له قوم، الجميع سيرى. يسوع أراد أن الجميع يرى سلطانه. أول مرحلة ما آمنوا فيها أنه هو عنده سلطان على الغفران، بس لما أقام المفلوج آمنوا أنه عنده سلطان على مغفرة الخطايا، وآمنوا أنه هو عنده سلطان على الجسد. بمعنى آخر آمنوا أنه هو الله، لأنه الكلام اللي عم يحكوه كان معهم حق فيه. مين بيغفر خطايا إلا الله وحده. ويسوع فرجاهم صح يلي عم بتقولوه. مشان هيك رح فرجيكم أني أنا الله وأنا عندي سلطان من الآب. قول معي مجداً. شو قال يسوع؟ أخذ المعجزة المرئية اللي هن شافوها ليأكد لهم إنه المعجزة اللي أنتم ما شفتوها هي صارت، هي تمت. لكي تعلموا أن لابن الإنسان، قول معي سلطان. أنتم بحاجة تسمعوا هالكلمة اليوم. قول معي سلطان. وبعات هيدي الكلمة هلأ بالإيمان للمكان يلي لازم تروح تزوره. قول معي سلطان. لكي تعلموا أن لابن الإنسان سلطان على الأرض أن يغفر الخطايا. لاحظ معي شو بقول على الأرض. سلطان يسوع وين؟ على الأرض. وهلأ يسوع وين؟ جالس عن يمين الآب. وحيثما اجتمع 2 أو 3 هناك أكون. اليوم تكون معي في. عم نحكي عن إله كلي الوجود. عم نحكي عن إله موجود معي، موجود مع أسيس نهاد، موجود معك، موجود مع أي شخص. عنده سلطان على الأرض، وما حدا قادر يسلب هيدا السلطان من يسوع. بعدين تجي الكلمة العظيمة مؤلفة من كم حرف؟ عم بردك. كم حرف؟ قولوا حرفين. قم. حسم الموضوع. وباسم يسوع الرب اليوم بيحسم الموضوع. الرب اليوم يحسم الأمر باسم يسوع. أي أمر بحياتك وأي أمر بحياة حدا شغل لك فكرك، اليوم الرب يحسم هذا الأمر باسم يسوع ويقول قم اخرج لعازر، اخرج من المكان يلي انت فيه. اليوم يؤخذ القرار لحياتك. اليوم يؤخذ القرار لحياة أحبائك ومن تحبه، لأنه دفع إليه كل سلطان. احمل شو؟ سريرك. أنا لازم أمشي، عندي خدمة هلأ. احمل شو؟
يلي كان انت عم تعبر فيه عن عجزك، يلي كل العمر كان هو حاملك، اليوم انت صرت عم تحمله وعم بتخبر عن نعمة يسوع. خليني اقول لك، كل شخص عنده قيد، عنده حزن، عنده تعب، يلي صار له سنين متقل عليك وحاملك وين ما بتروح. اتى الوقت انك تصرخ للرب اليوم وتقول له شفيني، حررني، وتكون عم تحمل نعمة يسوع يلي حررتك وترافقك بدل ما تكون عم تحمل سريرك. امين. تعرف شو الحلو بالموضوع؟ قال له خد سريرك. نام جمعة بس، ما رح اقول لك كل حياتك، عود جمعة ما تتحرك وجرب وقف. بدك 100 حدا يساعدك. عم تفهم شو عم بحكي ولا لا؟ مش بس شفاه، عطاه قوة، عطاه قوة. الإنسان الطبيعي ما عنده إياها. قام وحمل سريره. ليش بده يحمل سريره؟ دا يحمل شهادته. هيدا اللي قضيت حياتي عليه، هيدا اللي كان مقيدني، هيدا اللي كان مسبب لي كل هيدي الأمور. اليوم نعمة يسوع شفتني، نعمة يسوع غيرتني. مش بس قام وقوي ونشيط وقبضاي. وهيك رح يصير باسم الرب يسوع مع كل حدا اليوم هو بأزمة، رح يخرج من أزمته والرب رح يستخدمه من مجد إلى مجد. أمين. كل إنسان فينا بحاجة لمعجزة داخلية، وهذا اللي عمله يسوع مع المفلوج، شفاه من الداخل أولا. قادر توقف معي بهيدا الصباح وتحكي مع الروح القدس وتقول له تكلم إلى قلبي يا رب على خطية، على قيد، على فكر شرير، على عادة سيئة، على نوايا ما بتمجدك، على قرارات عم فكر اخدها ما بتتوافق مع كلمتك. قادر تسمي ضعف واحد بس وتقول له الروح القدس، ليسوع الحاضر بالروح القدس، تقول له كما شفيت المفلوج من الداخل أولا، اشفي كل مرض بداخلي باسم يسوع. أمين. كل شعب الله يقول آمين. شو كنتوا عم ترنموا؟ بيتجن هاليلويا، بيتجن هاليلويا، بيتجن هاليلويا. آمين. شكرا لكم على الفرصة اللي اعطيتوني اني شارك فيها كلمة الرب معكم. شكرا أسيس، ربي يباركك. ما ودوي هيا